أبدأ أحمد السيد زيزو نجم الأهلي ومنتخب مصر تحفظه على بعض القرارات الفنية التي شهدتها مباراة المنتخب الأخيرة، معتبرا أن هناك علامات استفهام واضحة حول التبديلات وطريقة إدارة اللقاء، وعلى رأسها قرار استبدال إمام عاشور. وخلال تصريحاته وصف أحمد السيد زيزو تغيير إمام عاشور بالغريب، مؤكدا أنه لم يفهم دوافع القرار، خاصة إذا كان اللاعب لا يعاني من إصابة، مشيرا إلى أنه كان من الأنسب إخراج لاعب آخر من وسط الملعب بدلا منه. وأوضح زيزو أن المدرب حسام حسن في حال رغبته في تعديل أسلوب اللعب كان عليه إعادة إمام عاشور إلى مركزه الأساسي في خط الوسط، مؤكدا أن اللاعب يمتلك قدرات أفضل في هذا المركز مقارنة بأحمد سيد زيزو الذي شغل نفس الدور خلال الشوط الثاني. وأضاف زيزو أن مصطفى محمد نجح في ترك بصمة واضحة فور نزوله، مشددا على أهمية وجود مهاجم صريح داخل تشكيل المنتخب، ومعتبرا أن وجوده منح الفريق قوة هجومية أكبر، لكنه رأى أن مشاركته كان ينبغي أن تكون على حساب حمدي فتحي. واختتم زيزو حديثه بالإشارة إلى احتمال وجود أسباب بدنية وراء استبدال إمام عاشور، موضحا أن حسام حسن ربما شعر بتراجع الجاهزية البدنية للاعب، خاصة مع فقدان السيطرة في وسط الملعب لصالح لاعبي زيمبابوي، وهو ما قد يكون دفعه لاتخاذ قرار التغيير. فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية النجم الدولي محمد صلاح بإشادة خاصة عقب هدفه الحاسم مع منتخب مصر ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في شباك زيمبابوي. وعبر تركي آل الشيخ عن إعجابه بأداء قائد منتخب مصر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: الله يا صلاح يا عالمي، في إشارة إلى القيمة الفنية الكبيرة للنجم المصري وتأثيره الحاسم في المباريات الكبرى. مصدر من داخل الأهلي: لا يزال ملف تجديد عقد أحمد عبد القادر محل نقاش مكثف داخل الإدارة، إلا أن المفاوضات شهدت تعثرا ملحوظا بسبب الفجوة المالية بين مطالب اللاعب وعرض النادي. وأشار المصدر إلى أن حسم هذا الملف بات وشيكا خلال الأيام المقبلة، سواء بالتوصل لاتفاق نهائي أو اتخاذ قرار بفتح باب الرحيل في حال فشل المفاوضات. وأكد المصدر أن إدارة الأهلي ترغب في البقاء على اللاعب بشرط الالتزام بالسقف المالي الذي حدده النادي، حفاظا على الاستقرار داخل غرفة الملابس. وأوضح المصدر أن النادي قدم عرضا ماليا لعبد القادر، إلى أن اللاعب يتمسك بالحصول على مقابل أعلى لا يتماشى مع السياسة المالية المعتمدة داخل القلعة الحمراء. وتتمثل العقبة الرئيسية في المطالب المالية للاعب، حيث طلب أحمد عبد القادر الحصول على 30 مليون جنيه سنويا، في حين توقف عرض الأهلي عن 20 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى تجميد المفاوضات مؤقتا لحين الوصول إلى صيغة توافقية ترضي الطرفين. مصدر من الأهلي يؤكد أن الكونغولي بولولو مهاجم نادي يوغلونيا البولندي كأحد أبرز المرشحين لتدعيم هجوم القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية الجارية. وأكد المصدر أن الأهلي تقدم بعرض مالي يقترب من $1,500,000 من أجل إقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة في القارة الأفريقية عبر بوابة القلعة الحمراء. اللاعب الكونغولي صاحب الإمكانيات المميزة لا يزال مترددا في حسم موقفه في ظل امتلاكه عدة عروض أوروبية ويفضل دراستها قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصة بعد رغبته في الاستمرار داخل القارة الأوروبية لأطول فترة ممكنة. وفي محاولة لحسم الصفقة داخل عدد من رموز وخبرات النادي الأهلي على خط المفاوضات، حيث يجري الكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اتصالات مكثفة مع أطراف الصفقة. ويتطلع عبد الحفيظ إلى تقريب وجهات النظر وإقناع اللاعب بالمشروع الرياضي للأهلي، وما يوفره من استقرار وفرص حقيقية للتتويج بالألقاب والظهور القاري والدولي. جاءت خسارة صفقة حامد حمدان لصالح النادي الأهلي لتشعل حالة من الغضب داخل أورقة نادي بيراميدز، حيث ترى الإدارة أن الصفقة كانت قريبة للغاية قبل أن تحسمها القلعة الحمراء، وهو ما دفع مسؤولي بيراميدز للتفكير في رد فعل قوي يعكس عدم الرضا عما حدث في سوق الانتقالات. وفي هذا الإطار قررت إدارة بيراميدز التحرك سريعا وفتح ملف أليو ديانج من جديد من خلال تجديد المفاوضات مع اللاعب في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في صفقة انتقال حر. وتتطلع إدارة بيراميدز استغلال عدم توقيع المالي حتى الآن على عقود التجديد مع النادي الأهلي، وتسعى إدارة بيراميدز لتقديم عرض مالي مغري لديانج سواء على مستوى الراتب أو مدة التعاقد، في محاولة لكسب توقيعه مبكرا وقطع الطريق على الأهلي، خاصة أن اللاعب يعد أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري المصري. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.